مساء الخير. بالأمس طرقنا على موضوع التحدي الكبير أمام الحكومة الموقرة والمجلس التشريعي، ألا هو موضوع الصناديق التقاعدية. اليوم يعني roughly speaking، يعني واحد لو يأخذ الأرقام، هناك فرق بين اللي يدخل في الصناديق واللي يطلع من الصناديق 20 مليون دينار تقريبا اليوم. يعني نتكلم عن 240 مليون في السنة. هاي بعد الأشياء اللي عملوها تعديلات خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة اللي سبقت، طبعا حتى التغييرات، موضوع زيادة إلى 28 وال1% اليوم بعد من اللي يشتغلون برا، كل الأمور ذي هاي تأثيرها ليس ما بيطلع اليوم التأثير الإيجابي، سيأخذ وقت أن التأثير الإيجابي. وإحنا يجب لا طبعا في ما ندخل ليش إحنا وصلنا للمحل اللي إحنا فيه اليوم. في معظم دول العالم في مشاكل في موضوع العجز الاكتواري، ولكن لو دخلنا اليوم وقلنا والله ليش، طبعا في أسباب كثيرة، بس لو رجعنا ونحلل الأسباب الكثيرة هذه بنضيع وقتنا. لازم نتعلم من الأخطاء. مثلا أحد الأخطاء إن عدلنا إحنا في موضوع القطاع الخاص، حطينا ماكسيمم اللي هو 4000، ولكن القطاع العام مفتوح، فيجب أن يكون في بعض تغييرات هناك. وهذه شيء متأكد عن الحكومة الموقرة مع القائمين، ما شاء الله القائمين على موضوع مجلس إدارة تأمينات، ناس خبراء وناس فنيين، إن شاء الله بيعدلون الأمور هذه. ولكن عندنا مشكلة اليوم اللي هو 240 مليون، هذا لن يندثر، لن يروح بين ليلة وضحى، سيأخذ وقت طويل. والخوف أن نجي وقت، وهذا هو الخوف، متأكد عنه طبعا. إذا أنا شخص عادي وأشوف الخوف، متأكد عن الحكومة الموقرة والقائمين على صناديق التأمينات التقاعدية عارفين الموضوع ذي وبيشتغلون وقاعد يشتغلون في حلول. يعني الخطر أنني في سنة مثلا 28، نهاية 28 أو بداية 29، لما معناه المجلس الجديد يكون جزء كبير، تحدي كبير لهم، أن الحكومة الموقرة تكون في وضع صعب، أو مسؤولين عن تأمينات الشمال في وضع صعب، أن يقولون والله إحنا ما نقدر نعطي المتقاعدين 100% اللي نعطيهم الحين، سنعطيهم مثلا 85% أو 80%، عشان لا يكون في مشكلة بعدين. ما نبي ندخل في، يعني لا سمح الله ما نبي ندخل، أنا متأكد ما بندخل، لأن الطرفين عارفين الصعوبة هذه. أنا أتكلم عن الطرفين طبعا، الحكومة اللي في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية. ما راح ندخل في موضوع إنه يكون في بونزي سكيم، يعني تعبير صعب، بس بونزي سكيم إنه اللي يدش يطلع. يعني مثلا إذا عندك ولد مشترك وأنت متقاعد وفلوس ولدك بدل ما تدخل في التأمينات عشان يوفرونها لسنين لما عقب يتقاعد يحصلها، ولا لأن في موضوع سيولة فيدفع لك أنت، فكاش جاي هنا ويدفع لك أنت. إن شاء الله هذه لن يحصل. أوكي. بس طبعا نبي نشوف طريق، مثل ما نقول، مثل ما هم يعرفون اللي ما نعرفه، هم عارفين الحلول. زين. طبعا الحل اللي تشوفه قدامي اليوم انه يكون في دعم 600 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات القادمة، لحد ما التغييرات والتعديلات اللي قاعد يسوونها الجماعة ان نشوف الموضوع الإيجابي من الأشياء، التغييرات هذه، على أساس إنه ما يكون في مشاكل في المستقبل. ولكن يجب أن يكون في دعم 600 مليون دولار سنويا، اللي هو تقريبا 240 مليون دينار سنويا، على أساس إن تكبر هاي المشكلة، إن ما نكون في مشكلة إن ندفع 80% من إيش يسمونه يعني فلوس التقاعدي السنوي للأفراد، نعطيهم مثل ما احنا عندنا. والناس طبعا تبكي على 3%، لكن 3% راحت. الحين الخوف ليس من 3%، الخوف هو موضوع ان ننزل من 100% الى 85 او 50، لا سمح الله اذا الامور لم تتغير. ولكن انا متاكد ان الامور ستتغير، فلازم واحد يكون مثل ما قال احد المسؤولين، دائما خليك متفائل. فيكون في شيء تفاؤل، ان متفائلين ان يكون في حركه
ان الامور هذه ما راح تصير، وان شاء الله ان 600 مليون دولار تاتي من محل دعم سنوي، ان كان دعم خليجي، ان كان اي دعم اخر، سنويا 600 مليون دولار لحد ما نطلع من التحدي الكبير هذا. وشكرا.